بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم اليوم في فيديو جديد وفي خبر يثلج الصدر ويفرح المغاربة. صدمة جديدة آه، للقوى الضاربة. فرنسا تعلن وتعترف بأحقية المغرب في صحرائه. الحمد لله، خبر مفرح. هذا الخبر كنستقبلوه بفرحة كبيرة، وكنتأسفوا للكبرانات والقصر المرادية اللي ثار الجنون ديالهم وراهم مسعورين بحال الكلاب الضالة بمعنى الكلمة. هذا الخبر تلقيته بواحد الفرحة كبيرة بعدما دخلت كنتصفح المواقع الإخبارية والصحف والأحداث اللي دايرة دابا في العالم. شفت هذا الخبر و- والجيران دابا راه نايضة القيامة في الجزائر. المشكل الكبير هو أنه الصحافة إلى حد الآن، الصحافة الجزائرية، الصحافة ديالهم التابعة لقصر المرادية وقصر الكبرانات والكراغلة، ما خرجوا حتى بشي تصريح إلى حد الآن. ما استطاعوش أنهم يخرجوا بأي تصريح. اكتفوا فقط بالاستنكار باش تعرفوا بأنه القوة الضاربة ما عندهاش شي قوة. لا حول لهم ولا قوة. الضربات تتوالى على النظام الجزائري. الضربات تتوالى على النظام الجزائري بعدما يعني احتضن المغرب تنظيم كأس إفريقيا سنة 2025، واحتضن تنظيم كأس العالم مع المنتخب، مع الدول الثلاث إسبانيا والبرتغال والمغرب سنة 2030. ودابا الصدمة الكبيرة هي اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء وبمقترح الحكم الذاتي. أنتم الجزائريين عييتم تصرفوا على ماما فرنسا، عييتم تعطيوها في الفلوس، وعييتم تعطيوها في الثروات ديالكم، وعييتم تمولوها، وعييتم ما تمدوا لها في البترول والغاز ديالكم. هي مقلبت عليك. دابا المشكل ما عندهمش القدرة على أنهم، لا الصحافة ديالهم لا الأخبار ديالهم، ما عندهمش القدرة على أنهم يردوا في المواقع الإخبارية ديالهم ولا في الصحافة ديالهم. إن شاء الله المزيد، إن شاء الله المزيد. راه كاين أخبار أخرى راها جاية وكنشكرو سيدنا جلالة الملك نصره الله اللي دار بهذا المجهود الجبار، والوزارة الخارجية اللي دارت هذا الشيء هذا. الحمد لله على كل حال. آه، المفرح في هذا الخبر هو أنه القضية قربت لها. القضية ديال الصحراء ومغربية الصحراء، الصحراء مغربية 100%. أراد من أراد وأبى من أبى. والحمد لله، هذا الوطن عنده رجال ديالو يعني قادين به،
وهذيك الخزعبلات ديالهم والقوة الضاربة ديالهم راه ما عندهم لا قوة ضاربة ولا هم يحزنون. الجزائر مساكن راهم غير تالفين، والشعب الجزائري لا حول له ولا قوة، والنظام الجزائري هو من يفتعل هذا الشيء، وهو من يفتعل هذه المشاكل وهذه الفتن. والحمد لله، الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل. وكنشكر زعما يعني القائمين على على هاد على هاد الشيء هذا. بعد قليل يعني كان غادي ندير واحد اللايف، وكنتمنى من المشاهدين انهم يدخلوا اللايف ديالي في خصوص هذا الموضوع هذا بعدا. وكنشكر جميع المشاهدين والمشاهدات ديال القناة ديالي، نرجو الاشتراك والضغط على زر لايك. شكرا.